كريم شاب عنده 29 سنة، بيشتغل موظف في شركة خاصة براتب مش كبير. كل يوم بيصحى بدري، يركب مواصلات مزدحمة، ويرجع آخر اليوم مرهق. مشكلته إنه عايش في بيت إيجار قديم، والسلم بتاع العمارة مكسور ومن زمان محدش صلحه. كل مرة يطلع أو ينزل بيبقى خايف يقع. في يوم كان نازل متأخر على الشغل، ورجله تلوث بسبب درجة مكسورة في السلم. قعدوا يومين في البيت مش قادر يمشي كويس. طبعا الشركة خصمت من مرتبه، وصاحب البيت مهتمش باللي حصل. قالوا أنا مالي، دي مسؤوليتكم كساكنين. الضغط زاد عليه، إيجار عالي، مرتب قليل، ظروف يومية مرهقة. لكن اللي فرق معاه إن جاره العجوزة أم سعيد قالت له جملة بسيطة: يا ابني، كلنا عايشين في مشاكل، بس الفرق بين واحد والتاني إنه يواجه ولا يستسلمش. الكلمة دي وقفت قدام كريم زي مرآة. بدل ما يفضل يلوم الظروف، جمع توقيعات من كل السكان وقدم شكوى للحي. وبعد فترة قصيرة بدأوا فعلاً يصلحوا السلم. اللي حصل خلاه يدرك إن مواجهة المشاكل بشكل عملي أحسن من الاستسلام لها، وإن التغيير ساعات بيبدأ بخطوة صغيرة زي ورقة موقعة